السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كما شفتوا في العنوان فان شاء الله باذن الله غنبداو بدخول جامعي جديد. كذلك حنا كنتحدثوا على بزاف الطلبه اللي تحقوا بزاف المدارس، مدارس عليا او مدارس ذات استقطاب مفتوح او ربما محدود. فمن بين هذه المدارس كاين المدرسه العليا الاساسيه او المدرسه العليا للتربيه والتكوين او كليه علوم التربيه الى غير ذلك. فهذا الفيديو خصوصا غنديروه كل فيديو غنحاول نديرو على تخصص اللي كاين في هذه المدارس هادو، مثلا الفرنسيه، العربيه، الاجتماعيات، او يعني ربما التاريخ والجغرافيا. نتحدثوا كذلك على التخصص الابتدائي. الهدف هو اننا ندمجكم، نعطيكم واحد الصوره على ربما كل تخصص المواد ديالو في السنه الاولى، لان ربما السنه الاولى ولا الفصل الاول هو اللي كيكون فيه واحد المشكله بالنسبه لاي طالب جديد في اي مدرسه عليا، سواء ذات استقطاب مفتوح ولا ذات استقطاب محدود. فهنايا ان شاء الله غنبداو بتخصص التعليم الابتدائي، ومن بعد ندوزو للتخصصات الاخرى باذن الله. التخصص الابتدائي كما لاحظتوا ربما اول حاجه نبدا بها هي القسم اللي غتقرا فيه ولا الى غير ذلك، او الكلاس او لافاك فاش غتقرا، ولا المدرسه العليا الاساسيه فاش غتقرا. فقسم اصحاب الطلبه اللي غيكونوا معاك كيكونوا تيتكونوا من شعب، يعني البكالوريا عندهم من شعب مختلفه. ربما كاين اللي اداب، كاين اللي علوم انسانيه، كاين اللي علوم رياضيه، كاين اللي علوم فيزيائيه، علوم الحياه والارض الى غير ذلك. ربما هادو كاملين كيكونوا كيقدروا يكونوا واحد منهم او لا جوج الى غير ذلك، باش كنشكلوا هذا القسم اللي كيولي تخصص التعليم الابتدائي. تخصص التعليم الابتدائي يعني بعد 3 سنوات تكون عندك الفرصه باش انك تولي استاذ الابتدائي بحالك بحال الطلبه اللي معك. فاحنا نبداو نهضروا على تخصص التعليم الابتدائي، على السطاج ديالو باذن الله، نهضروا على كيفاش كيدوز السطاج، نهضروا على حتى كذلك المواد المدرسه. فربما الدراسه بالنسبه للتعليم الابتدائي او بالنسبه للتخصصات يعني المدرسه العليا الاساسيه غيبدا اخر شهر اكتوبر، يعني اواخر شهر اكتوبر تقريبا، في العطله المدرسيه اللي غتكون عند اصحاب الابتدائي والثانوي والاعدادي. فهنا لي موديل اللي عند تخصص التعليم الابتدائي خصوصا في الفصل الاول هما دي موديل زعما اللي كيكونوا تابعين داكشي اللي قريتيه في الباك، ما كيكونش عندك شي حاجه اللي صعيبه، لان سواء ادبي يقدر يتادابطا، سواء ربما نجيو المشكل ديال الادبي، شنو المشكل اللي يقدر يلقاه، شنو خصو يبريباري الى غير ذلك. بالنسبه للعلميين او ربما مصطلح العلميين ومصطلح علوم الرياضيه الى غير ذلك، فلي موديل كيكونوا هما كتقرا الرياضيات، كتقرا كذلك علوم الحياه والارض، كتقرا كذلك كما قلت علوم الحياه والارض اللي هي SVT1، كتقرا الرياضيات، كتقرا العربيه، كتقرا الفرنسيه، كتقرا الاجتماعيات، كتقرا اولا استوار اولا يعني تاريخ وجغرافيا، كتقرا كذلك يعني ماده الفرنسيه، ماده علوم التربيه، تقريبا 6 مواد او 7 مواد. الساعات اللي كتكون عندك كتكون على حسب المدارس. مثلا باكادير غادي نلقاو ان بعض الطلبه غادي اكادير دايره 3 سوايع مثلا كل ماده، غنجيو المدارس العليا الاخرى نلقاو 2 ساعات، يعني كل ماده عندها واحد 2 ساعات ديالها في الاسبوع. كيفاش كيدوز الامر؟ كما قلت لكم مثلا اللغه العربيه شنو غتقرا فيها غير داكشي، كتقرا فيها داكشي ديال يعني العام الاول، الفصل الاول والثاني كيكون غير ديال لي باز، يعني ما كيمشيوش يقراوك داكشي الابتدائي ولا كيفاش غتقري ولا كيفاش غدير. يعني كتكون واحد الدروس اللي ربما عندهم علاقه مثلا ب كيفاش انا ربما نربطوها بداكشي اللي قريتو في الباك بالنسبه للادبيين، داكشي اللي قريتو في المرحله ديال الثانوي، مي بواحد الدروس اللي مبسطه. يعني مثلا كتقرا لي باز، لان مثلا في العام الثاني كتجي كيخصك تقرا ديداكتيك ديال هذيك الماده، يعني كيفاش غدرسها، وبالتالي باش انك تدرسها باش تتعلم كيفاش تدرسها الى غير ذلك وتقرا الديداكتيك ديالها، خصك ما قبل ذلك يكون عندك واحد لاباز اللي يعني كناخذوا لاباز ديال الابتدائي، يعني الدروس الابتدائيه ديال اللغه العربيه كنحاول ما امكن ان داك العام كامل العام الاول ناخذ لاباز ديالها، وبالتالي ما الدروس ما كيكونوش دروس اللي هما صعاب، يعني دروس اللي هما صعاب كيكون الشرح بسيط، كيكون استيعاب ما فيهش شي حاجه اللي صعيبه.
ولكن انت كتاخد كما قلت لك هذوك لي باز مثلا اللغه العربيه. نهضروا مثلا على الافعال المجرده، فعل مزيد، فعل مجرد الى غير ذلك. ما انت شنو كتقرا لا باز، كتقرا مثلا كيفاش جانا هذا الفعل المجرد، كيفاش لقيناه، كيفاش كيتكون الى غير ذلك. يعني شي حوايج اللي تتم ربما مثلا اللغه العربيه كما ذكرت. ف كيفاش كيدوز الامور. مثلا حنا غنقريو فعل المجرد والفعل المزيد والفعل الثلاثي، الفعل غير الثلاثي. حنا في هذا العام الاول كناخذوا لا باز ديال هذه اللغه العربيه، نقدروا نديروا دي زيكسبوزي على نقدروا ربما نشوف كيفاش حنا هذا الفعل المجرد، شنو الكتاب ولا الشعراء ولا حتى اللي العلماء النحو او علماء الصرف، علماء النحو اللي ربما تحدثوا على هذا المجرد، كيفاش زان، كيفاش عرفوه، كيفاش جانا. يعني انت ما كتبقاش تقول صافي الفعل المجرد راه فيه كذا، الفعل الثلاثي راه فيه كذا الى غير ذلك. كتبقى تعرف باللي راه هذه من عند واحد يعني عالم نحو الى غير ذلك، او علماء نحو اتفقوا ان هذا الفعل المجرد شنو كاين عليه. دونك هكا بالنسبه للعربيه. يعني ربما غتدخلوا غتولفوا انكم ديروا دي زيكسبوزي. يعني العام الاول كيكون ضروري غيطلب منكم انك دير اكسبوزي. مثلا غادي نجي ندير لكم دي فيديو على كيفاش دوزوا على الاكسبوزي، كيفاش توجدوا الى غير ذلك. ربما هذه من احسن الحوايج اللي بالنسبه لي انا عزيز علي انني نديرها، ولا لان هي كتطور الشخصيه ديال كل استاذ متدرب. لان كتدخل من راسل الاستاذ كتسمى طالب استاذ ولا استاذ متدرب الى غير ذلك، لانك كتمشي للستاج الى غير ذلك، وبالتالي انت مشروع استاذ. فهنا كما قلت لك عطيتك مثال باللغه العربيه. اللغه العربيه واحد اللي كتكون عندك في الفصل الاول، اللغه العربيه جوج اللي كتكون عندك في الفصل الثاني. هي تتمه يعني فقط كنديروا الاخرى، كنبداو في الاول وكنديروا تتمه في اللغه العربيه الثانيه، مع التركيز على اشياء اخرى. ربما نقراو مثلا النحو والصرف، نمشي عاوتاني نقراو الشعر الى غير ذلك، مي بواحد الطريقه اللي حنا كناخذوا غير لاباز ديال اننا نقراو اساتذه الابتدائي. يعني ما نطلعوش مثلا الباك اداب ونقراو الشعر اللي هذيك الانماط الشعريه والنصوص الشعريه اللي قراو الى غير ذلك. هذه بالنسبه للغه العربيه. يعني كل مره غنحاول نفصل لكم. ندوز اللغه الفرنسيه كذلك نفس الحاجه. فاللغه الفرنسيه كيحاولوا يعطيكم هذيك لاباز، زائد كيخدموا معكم على الكومونيكاسيون ديالكم. زائد هنا كان راه النظام الجديد اللي تزاد عليكم، تزاد لكم الفرنسي وتزاد لكم لونجلي وتزاد لكم كذلك ديفلوبمون بيرسونيل. يعني ثلاثه لي موديل مجموعين في موديل واحد اللي يعني زاد لي موديل لونجلي، الفرنسي، الديفلوبمون بيرسونيل. هذه شي حوايج اللي تزادوا جداد في النظام الجديد. هنا الفرنسيه شنو كيقراو فيها؟ ف كيعاودي لان حنا داك الشيء الفرنسيه الا لاحظتي ملي تنطلعوا الليسي راه ما كنبقاوش نقراو على الجمل في يعني الفيرب الفرنسيه، زعما الجمله الفرنسيه كيمنين كتكون سوجي فيرب الى غير ذلك، كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت الى غير ذلك بحال هذا الاطار هذا. فكيحاولوا ما امكن يعاودوا يذكروك بهذا الاطار هذا باش انت تشد لاباز داك العام وندوزو للتاكتيك في العام الثاني. يعني الدروس كتكون يعني في متناول الجميع. فربما اللي خدا الباك في اي شعبه، سواء فرنسي سواء اي شعبه، سواء فرنسيه سواء عربيه سواء شعبة علوم رياضيه ولا شعبة الفيزياء او الاداب الى غير ذلك. فربما تلاحظوا واحد بعض الذكريات، لان هذا الفيديو غنحطو كما هو فقط للاستفاده، نستافدوا كاملين وما تكونش ديك الدهشه وديك الخوف من اننا غادي نقرا واحد التخصص، سواء تخصص ابتدائي او تخصص الفرنسي او اي تخصص كما كان. فدائما نرجع نقول لكم بلي داك العام الاول كيكون هو لاباز، كيكون ما امكن يعطيوك لان انت كاستاذ خصك تاخذ لاباز ديال هذيك المعرفه اللي غتعطي داك لو سافوار، خصو يكون عندك نتايا باش ندوزو كيفاش تبسطو في العام الثاني اللي هو الديداكتيك وتولي تقراه. والعام الثالث كيجيو دي موديل اخرين اللي هي تتم هذيك العامين اللي قريتي، كيعزوا فيك بزاف د الحوايج، التقويم الى ليفالياسيون، كيفاش غندير التقويم الى غير ذلك. العربيه والفرنسيه زدناها بطبيعه الحال. ربما انا ما نكونش ذكرت كل شيء، مي نتوما بالنسبه ليا واحد الحاجه اللي يقول لي مثلا ما عنديش مع الفرنسي، واش نلقى مشكل ولا عندي نقص الفرنسي، ولا هي من الاحسن ندخل المدرسه الاساسيه يحاول يقراها في الدار شويه، لان ديك الفرنسي اللي كنقراو ولا اللي كيقراو في المدرسه العليا الاساسيه هي ماشي فرنسي صعيبه،
وبالتالي ماشي ديك الفرونسي الصعيبه اللي غيبغيو منك دير لهم شي حاجه، مي انت حاول تطورها لانك اصلا غتولي استاذ. حاول تقراها شي شويه، بدا بالفرنسي لان العام الثالث كتقرا الانجليزيه وهذا شيء مهم جدا. عطيه واحد العام ونص للفرنسي يقراها مزيان ضبطها، ولا غير عام تما ندوزو للانجليزيه اللي هي ايضا مهمه لينا كاملين، ماشي غير اي طالب في المدرسه الاساسيه. هي ما غتلقاش داك المشكل الكبير بالنسبه اللي ما عندوش مع الفرنسي، ولكن دائما ينصح ان الواحد يمشي يدير المجهود ديالو باش فهمتي، باش انه يكون متميز. لان ربما تبغي تكمل قرايتك، ربما تبغي تدخل التعليم. راه حنا الان كنهضروا على افواج اللي كاينه في المدرسه الاساسيه، فالواحد الا كان متميز وكنحاول هو يقرا ويزيد من راسو ويطور من راسو في المعرفه ديال هذيك اللي عندها علاقه بعلوم التربيه بالديداكتيك الى غير ذلك، فراه هذا الشيء مهم جدا. احنا تحدثنا على الفرنسيه، اللغه العربيه صراحه ما بغيتش نطول عليكم. غندوزو ان شاء الله الماط، غندوزو لباقي المواد الاخرى. ف هادي باش نختموا الفيديو، ما يتدهش حتى شي واحد فيكم بالنسبه لتخصص التعليم الابتدائي. هو تخصص زوين، تخصص مهم جدا، عليه الطلب كثير زعما بالنسبه لنا في النظام التعليمي في المغرب. كذلك هو لا باز. انا كنهضر على التعليم الابتدائي، راه ربما انت كاستاذ راه ولا انت كمشروع استاذ، راه انت اللي غتكون داك التلميذ على لا باز. لان الاستاذ الاعدادي كيتسناك تعطيه داك التلميذ بواحد الطريقه ولا بواحد الكم من المعلومات، على الاقل اللي يطلع للسابع يسهل على الاستاذ وانت غادي، فهمتي. يعني الان كنتحدثوا على التعليم الاولي، وبالتالي التعليم الاولي كيعطيك واحد الفرصه، كيعطيك التلميذ بواحد الكم من المعلومات ولو غير بسيط او المعارف، انت كتعاود تزيد بواحد الطرق الى غير ذلك. كذلك زعما السمستر الاول من اهم الحوايج اللي غتلقاو هي انكم يطلبوا منكم الاساسيين، اغلب الاساسيين انكم ديروا دي زيكسبوزي، وهذا الشيء مهم جدا. زعما مهم جدا في تطوير الشخصيه ديالك، مهم انك تمشي تولي تعرف كيفاش دير اكسبوزي. وهذا الشيء غندوزو نصائح عمليه ولا نصائح الشباب اللي يبغيو انهم يطوروا هذه الشخصيه، كيفاش غيطوروها. وهذا الشيء غيجي عن طريق العمل الجمعوي، عن طريق الندوات اللي غيعزوكم، يعزوا الرصيد ديالكم المعرفي والسي في ديالكم الى غير ذلك. هذا الشيء مهم جدا لاي طالب من المدرسه العليا الاساسيه، لان كنهضروا على مشروع استاذ. كذلك ربما الماده اللي ما ذكرتهاش هي ماده ديال تيس او تيس تكنولوجي. هنايا المعلوميات هي كذلك ماده كتقرر الناس ديال التعليم الابتدائي ياك، باش يوليو يعرفوا كيفاش يستعملوا. ربما طبيعة الحال ما يبداش معك كيفاش تستعمل بيسي الى غير ذلك، مي يحاول ما امكن انكم كيفاش تخدم اكسبوزي، كيحاولوا يخدموا معكم بعض لي زابليكاسيون اللي ممكن توظفهم انت كاستاذ في القسم ولهم فعاليه ولهم تفاعل مع التلاميذ، لان الان كنهضروا على المدرسه الرائده الى غير ذلك. فايضا هذه الماده زوينه اللي عزيز عليه تخصص المعلومات، يعني مزيانه لانك كتزيد تقدر تطور ودير فيها حتى دي اكسبوزي اللي مزيانه. هذا الشيء مهم جدا. حاجه اخرى باش نختم الفيديو، يعني مرحبا باي طالب في المدرسه الاساسيه وانت مشروع استاذ، ودائما ربما ما تدهشوش بالنسبه كاع اللي داروا تخصص التعليم الابتدائي، ما غيجيكم حتى شي حاجه صعيب، فقط طباعه المجهود، شويه المجهود منكم، زائد ان داك الشيء التطبيقي اللي كديروا في الاعمال التربويه ديالكم كيساعدكم ما امكن انكم تكونوا مزيان. فاي سؤال ربما انا الاسئله ديالكم هو اللي غيخليني نعطيكم شنو بغيتو وعلاش نجاوبكم. هذا فقط عنده الجزء الاول من تخصص التعليم الابتدائي. غندوزو ان شاء الله للتخصص يعني الجزء الثاني اللي نكملوا فيه هذا التخصص، من بعد ندوزو لتخصص اخرى، وهكذا باش اننا نرحبوا بكم بواحد الطريقه اللي نعطيوكم طمأن، يعني تدخل بواحد الطريقه مطمئنه ما تبقاش تالف. لان ربما كنعرف طلبه اللي كيقراو في المدرسه الاساسيه راه كيدخلوا تالفين في الاول، كيكون الفصل الاول صعيب عليه، الفصل الثاني عاد حتى الفصل الثالث عاد كيولي كيفكر يقرا يدير الى غير ذلك. فاي سؤال خليه ليا انا نجاوبك عليه باذن الله. ومرحبا بكم في القناه ديال الطالب، وان شاء الله باذن الله نتلاقاو في فيديو اخر.